ازيك يا غالي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ موقفين بقالنا فترة، ولكن بقى جاي لك النهاردة بفيديو هيعجبك وهتتكيف منه بطريقة لا تتخيلها. جايين نتكلم عن ايه؟ جايين نتكلم عن سبب النجاح الساحق لسلسلة ايفون 13. هنتكلم عن سبب النجاح السلسلة عموما وال 13 برو والبرو ماكس خصيصا. ولكن قبل ما نبدأ معانا ضيف مهم جدا. تعال نشوف موبايله الشخصي ايه من سلسلة ال 13 وليه هو بيستخدم الموبايل ده بالذات. ازيك يا ابو حميد؟ ايه الاخبار؟ التليفون اللي انا بستخدمه هو اللي انا بصور بيه دلوقتي هو الايفون 13 برو. ويعني لاسباب كتيره اخترت التليفون ده. يمكن اهمها هي الكاميرا بتاعته، السرعه، الاعتماديه، حاجات كتيره قوي. فيما قبل كنت بستخدم وما زلت بالمناسبه بستخدم سامسونج نوت 8. بستخدمه في بعض الحاجات برضو، ولكن التليفون اللي فيه الخط بتاعي هو الايفون 13 برو. مش عايز اتكلم كتير عن المميزات عشان يعني انا اوريدي عندي الوصمه بتاعت ان انا ابل فان بوي، بس ده اللي انا بستخدمه دلوقتي ومريحني بصراحه في الاحتياج اللي انا عايزه ليه. شكرا جدا للاستاذ احمد ابو زيد على الاضافه الرائعه دي. فبدون كلام اكتر من كده خلينا نبدا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كنت عملت لكم برده ستوري على انستجرام قبل كده، وكنت بسالكم فيه ليه شايف سلسله ال 13 سلسله مميزه جدا، وايه اكتر جهاز عجبك فيها. وسمعت ردود كتيره جدا. اكتر رد تقريبا سمعته كان لانها سلسله مميزه ومتكامله بشكل كبير. والكلام اللي هتسمعه مني في الفيديو ده هو تجميع لوجهات نظر مختلفة ووجهة نظري الشخصية تماما. ولكن قبل ما نبدأ حابب اقول لك ان سبونسر فيديو النهارده هو الجوكر ستور. جوكر ستور من افضل واكتر المحلات المميزة اللي بتبيع اجهزة ابل في مصر، ومش ايفون بس على فكرة، ايفون، ايباد، ماك، ابل واتش، ايربودز، وهتلاقي كل الاكسسوارات الخاصة بالاجهزة عندهم. وبالنسبة للناس اللي بتقول لي ده اسعارهم عالية، ده مش عارف ايه، المشكلة يا جماعة ان دلوقتي الاسعار نفسها مش مستقرة. ولكن لو انت استنيت شويه تلاقي ان دايما الجوكر ستور بيوفروا افضل الاسعار، وده بعيدا والله عن السبونسر شيب. انا اتعاملت معاهم قبل كده، وده اصلا اللي خلاني اوافق ان هم يبقوا سبونسر للقناه هنا. هسيب لك كل التفاصيل الخاصه بيهم في الديسكربشن، من رقم موبايل، من عنوان، من صفحه الفيسبوك الخاصه بيهم. انا شايف ان سلسله ال 13 بتقدم 3 حاجات مميزه جدا وتطور فيهم ملحوظ عن السلسله اللي قبلها اللي هي سلسله ال 12. ولكن ده مش معناه ان سلسله ال 12 سيئه، بالعكس تماما، كانت بتقدم طفرات في كذا حاجه. ولكن سلسله ال 13 جت صقلت كل التطورات دي بشكل اكبر بكتير، وبقى الحاجات اللي احنا بنشوفها في سلسله ال 12 عيوب بقت مميزات في سلسله ال 13. اول حاجه من الحاجات دي هي الشاشه. وموضوع الشاشه ده هنتكلم في ال 13 برو والماكس، لان ال 13 العادي والميني ما بيقدموش طفرات واو عن السلسله اللي قبلها. ولكن شاشه ال 13 برو والماكس من اكتر الشاشات المميزه اللي ممكن تشوفها في حياتك في جهاز موبايل في الكوكب كله، وده مش كلامي. ال 13 برو والماكس شاشتهم هي رابع افضل شاشه في العالم لغايه دلوقتي، رغم مرور زياده عن سنه على اصدار الجهازين. ولما بنتكلم هنا عن الشاشه بنتكلم كمجمل، لان ال 120 هرتز مثلا كان اول مره نشوفها من ابل في الايفون 13 برو والماكس، ومش اي 120 هرتز بصراحه. لو جبت حد بيستخدم 120 هرتز على اجهزه اندرويد حتى لو كان فلاج شيب هيقول لك ان ال 120 هرتز على ال 13 برو والماكس مميزين جدا. وده طبعا بفضل النظام السلس وبفضل المعالج القوي اللي بيخلي الجهاز دايما محافظ على ال 120 هرتز تقريبا في كل التطبيقات وفي كل تعاملك مع الموبايل. نادر جدا جدا، يكاد يكون مستحيل ان الجهاز يعمل جليتش منك او تلاقيه فجاه نزل على ال 60 هرتز. ده غير الالوان البروفيشنال اللي بتقدمها لك الشاشه، اللي بتخليك لو انت صانع محتوى زي كده هتقدر تعمل كل حاجه خاصه بالمحتوى بتاعك على الموبايل. والالوان اللي هتشوفها قدامك اكتر الوان في شاشه اوليد مايله للحقيقه، مش هتلاقيها ساتوريتد، مش مشبعه زياده، ما فيهاش اي اخطاء تقريبا. ان حتى لو ابل واخده الشاشات دي من سامسونج، ولكن برمجه الالوان الخاصه بابل نفسها هي اللي بتخلي الشاشه مميزه. وتاني حاجه بشوفها بتخلي سلسله ال 13 وخاصه برضو البرو والماكس مميزين جدا عن اي جهاز موبايل موجود لغايه دلوقتي هي الكاميرات. وده مش كلامي لوحدي، كاميرات ال 13 برو والماكس واخده لغايه دلوقتي ترتيب السابع على مستوى العالم كافضل كاميرات في جهاز موبايل. اي نعم سلسله ال 12 كاميراتها مميزه جدا وبتقدم لك برضو حاجات
كويسه على الرغم من ان الجهاز مر عليه سنتين، ولكن ال 12 برو ماكس ترتيبه حاليا هو ال 19. فطبعا في فرق في الترتيب، فاكيد في فرق او في تطور حصل ما بين السلسله دي والسلسله دي. التطور ده حصل في كل الكاميرات تقريبا، من اول الكاميرا الاساسيه اللي فتحت عدستها بقت اوسع، الكاميرا التليفوتو اللي بقت تجيب ابعاد اكبر لانها بقت 3x بدل من 2.5x زي ما كانت في 12 برو ماكس، حتى الكاميرا الالترا وايد اللي ما كانش ليها اي 30 لازمه في الاجيال اللي قبل كده دلوقتي بقت كاميرا مميزه جدا، فتحت عدسه اوسع تقدر تاخد بيها الصور اعتماديه، وكمان تصوير الماكرو بتاعها لطيف جدا. ولكن سيبك من كل اللي انا قلته لك ده، انا كصانع محتوى اللي يهمني الفيديو، والفيديو اللي بيخرج من الجهاز ده حاجه مش طبيعيه. كل قدرات الفيديو الخارقه اللي ممكن تتمنى انها تبقى موجوده في كاميرا بروفيشنال مش في كاميرا موبايل هتلاقيها موجوده في السلسله بتاعت ال 13، خاصه زي ما قلت لك البرو والماكس. الجهاز هنا بيصور فيديو 4K 60 فريم في الثانيه، HDR، دولبي فيجن، 10 بت، بروريس اللي بيديك معلومات اضاءه والوان خارقه تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز، وحجم الفيديو بيبقى كبير جدا. السينماتيك مود اللي هو مش اكتر حاجه بروفيشنال، ولكن في ناس كتير جدا محتواها قائم على السينماتيك مود اللي موجود في الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. فالكاميرات هنا فعلا تم التطوير وتقدر تعتمد عليها بشكل انت عمرك ما تتخيله، وخاصه زي ما قلت لك في تصوير الفيديو لان قدرات تصوير الفيديو في الجهاز ده جباره. ثالث حاجه فرقت معايا في استخدامي سلسله ال 13 كلها عن اي جهاز من ابل انا شفته قبل كده هي البطاريه في السلسله دي، وخاصه في ال 13 برو ماكس مش طبيعيه. بطاريه ال 13 برو ماكس لغايه دلوقتي من اقوى 3 بطاريات اجهزه فلاج شيب في الكوكب، هكذا ال 13 برو وال 13، ولكن طبعا بما ان حجمهم اصغر شويه فالبطاريه بتبقى اصغر. حتى الجهاز الميني، لان بطاريه ال 12 ميني كانت بطاريه سيئه جدا جدا ولا يمكن الاعتماد عليها باي شكل من الاشكال. يا راجل ده الناس كانت بتشتكي من بطاريه ال 12 برو والماكس، فما بالك الميني بتاعهم. وانا استخدمت اجهزه السلسله كلها ما عدا ال 13 ميني فتره طويله جدا. الايفون 13 قعد معايا فتره طويله جدا بطاريته خارقه، هكذا ال 13 برو، هكذا جهازي الشخصي حاليا ال 13 برو ماكس اللي ما بحتاجش اشحنه اصلا غير لما باجي انام، وبيبقى فيه سكه 15-20%، وبيديني حوالي سكرين اون تايم 9 ساعات. بطاريه الجهاز ده كام؟ 89%. وتتعدد الاسباب، ولكن الثلاث اسباب دول زي ما قلت لك هم وجهه نظري الشخصيه. حاجات بقى زي التصميم الفخم جدا ده اوريدي ابل محافظه عليه من الجيل اللي فات، جيل ال 12. فانا من وجهه نظري ان سلسله ال 13 من اقوى اذا ما كانتش اقوى سلسله اطلقتها ابل، بغض النظر عن السعر. دلوقتي انا ماليش دعوه بالسعر، انا بتكلم عن الجهاز كجهاز. انت بقى تجيبه من مصر تجيبه من بره ايا كان هتجيبه منين، ماليش دعوه بسعره تماما، ولا حتى بقول لك ان هو بيدي قيمه مقابل سعر ولا الكلام ده، لا خالص. انا بقول لك من وجهه نظري من خلال تجربتي لسلسله ال 13 واجهزه ايفون كلها تقريبا، انا ما شفتش اجهزه مميزه اكتر من سلسله ال 13. وما تنساش بقى تكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر ايفون او ايه اكتر سلسله من ابل مميزه عندك، ولو السلسله دي كانت سلسله ال 13 فاكتب لي برضو في الكومنتس ايه الاسباب اللي مخلياك شايف ان سلسله ال 13 مميزه. هل هي نفس الاسباب اللي انا قلتها؟ هل عندك حاجه تانية تقدر تضيفها؟ هقرا كل الكومنتس بتاعتكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي عشان في اجزاء تانية ممكن نعملها من الفيديو ده، حتى لو مش هتتعلق بسلسله ال 13 برضو هبقى مهتم جدا جدا اشوف تعليقاتكم. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس، وتابعنا على الحسابات على السوشيال ميديا هتلاقيها موجوده في الديسكربشن. كان معاكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.